اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء. وقف شوف العالم وين وصلت للقمر وانت بعدك اللهم كل وليك. كذا العالم وصلت للقمر، مخلوق وصار مخلوق، احنا نريد نوصل لخالق المخلوق. وعلي اللهم عظم سلطانك وعلى مكانه وخفي مكروه وظهر أمره. اي والله صدق، مخلوق وصل مخلوق. اما ذولا يريدون يوصلون رب العالمين، ليش ما يصير نفسهم ونوصل سوية؟ كان نجيب لك كتاب واقعد وياهم. وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنت غبلي. وفي هذه الليلة وفي هذه الساعة اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين. ليش تبكي؟ أنا كنت مخطئ والحمد لله والشكر رجعت لرب العالمين وقلبي ارتاح. يا الله، مرات واحد من عندنا يطلب من الله سبحانه وتعالى شغلات والله سبحانه وتعالى ما ينطيه، يظل يعاتب رب العالمين يقول له إلهي أنا شو مسوي لك ما تنطيني؟ زين أنت جيت على أبوك ولقيت أبوك جاي زين بلحيته بموس مال حلاقة، قلت له بابا انطينا هذا الموس، ينطيك إياه؟ لا. ليش؟ يقول لك بابا ما أعطيك إياه، لو تعور روحك، لو تعورني، لو تعور الناس. فالله سبحانه وتعالى مو بخيل من نطلب من عنده شيء وما ينطينا، لأن يدري بهذا الشيء اللي نطلبه من رب العالمين مو بمصلحتنا، راح يضرنا وإحنا نظل نتوسل به وهو ما ينطينا. فهذا واحد يلح على رب العالمين، عنده شغلة ويلح إلهي انطينا هاي الشغلة، إلهي انطينا هاي الشغلة. ليش ما ذاك اليوم راح للإمام علي عليه السلام كبض الشباك مال الإمام علي عليه السلام يزور، قال له إلهي وحك هذا علي بن أبي طالب راح أطلع من الباب، إذا ما تنطيني الحاجة مالتي بعد لا أزورك، لا أصلي لك ولا أصوم ولا أزور الإمام علي. خلوا طلع صدق. أول ما طلع من الباب مال الإمام علي أكو يسمونه شارع الطوسي، يبيعون بيه حلاوة شكلية هاي السوالف. هذا الرجال وياه ابنه صغيرون، ليش ما صدفة اجى من يمهم واحد يبيع سم مال فار، سم مال جريدة، شايفين السم مال جريدة يصير شلون الحلقوم شكله حلو. ابنه قال له بابا اشتري لي من هذا الحلقوم. قال له ابوي هذا مو حلقوم. قال له هذا مو حلقوم، قال له هذا السم. قال له هذا السم يكتلك. قال له لا بابا انا اريد من هذا الحلقوم، هسه تشتري لي من هذا الحلقوم. قال له بابا العن الشيطان هذا كتلك، هذا بس تاكل منه كتله. قال له بابا انا اريد من هذا الحلقوم. فهو رأسا اتذكر كأنما رسالة وجدته، رأسا اتذكر بأن هذا الشيء اللي طلبه من رب العالمين هو شنين مثل السم، بس هو شو يشوفه حلقوم. هو جاي يطلب من رب العالمين شغلة، وهاي الشغلة الله سبحانه وتعالى ما ينطيها إليه، لأن يدرى الله سبحانه وتعالى شنين هاي الشغلة تضره، راح تسبب له مشاكل. تسبب له مشاكل. شلون الطفل شو يشوف السم؟ يشوفه حلقوم. فهذا الرجال الشغلة اللي يطلبها من الله شو يشوفها حلوة، بس رب العالمين ما يجي ينطيها. ليش؟ لأن يدري بهاي الشغلة شنين تسبب له مشاكل. فدائما احنا الله سبحانه وتعالى اللي اذا انطانا شغله شو نقول الحمد لله والشكر، واذا ما انطانا هم الحمد لله والشكر. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى اعلم بمصلحتنا، احنا ما ندري، احنا نطلب شغلات هي يجوز تسبب لنا مشاكل. فدائما شو تقول؟ قول خير ان شاء الله.